الترحاب الخاص بوفدنا الكريم الصامت من القدس الشريف. يشرفني من خلالكم أن نقدم هذه الرسائل بإذن الله تعالى. أولا تحية عن المسجد الأقصى يوم الأحد الماضي نيابة عن 1.5 مليار مسلم وعربي وفلسطيني. تحية إلى كل هؤلاء الذين أدوا هذا الدور الكريم في وضع من الهوان الذي يعيشه العالم الإسلامي والعربي، ونبشرهم ونقول لهم أيها الجرحى، أيها المعتقلون، أيها المرابطون، على صخرة رباطكم وصمودكم في القدس والمسجد الأقصى سيتحطم ظلم الاحتلال الإسرائيلي، سيتحطم غرور الاحتلال الإسرائيلي، سيتحطم كيد الاحتلال الإسرائيلي، وسيتحطم كل حلم أسود للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يسعى إلى تهويد القدس وإلى بناء هيكل أسطوري مزعوم كذاب على حساب المسجد الأقصى المبارك. فتحية لكم وتحية لنشيدتكم الدائمة السابقة التي باتت تردد من هون من مهرجان الأقصى في قطر إلى ساحات المسجد الأقصى. لا زلنا نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى. الرسالة الثانية هي رسالة شكر إلى جماهيرنا في الداخل الفلسطيني على إنجاح الإضراب والمظاهرة والمهرجان التي كانت بالأمس انتصارا لكل شهدائنا منذ بداية نكبة فلسطين، وانتصارا لشهداء هبة القدس والأقصى. وبهذه المناسبة نؤكد عهد وفاء مع كل الشهداء، ونقول علانية إن خيرتنا المؤسسة الإسرائيلية بين أن نستشهد أو أن نتنازل عن حقنا في القدس والمسجد الأقصى، فإن جوابنا واضح: مرحبا بالشهادة في سبيلنا في حارات القدس، ومرحبا بالشهادة في سبيلنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك. من هنا نقدم ألف تحية للأسيرات الفلسطينيات التي تحررن اليوم من غزة إلى الضفة الغربية. التحية لكل هذه الأسيرات الحرائر، التحية لكل من تحرر من الأسرى والأسيرات في الداخل
نقول لكل أسرار السياسيين الذين تحرروا والذين لا يزالون خلف القضبان، نقول لكل أسرار السياسيين: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر في تلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ ورسالة الرابعة: ويوم أن احترق المسجد الأقصى فقد احترقت كرامة الأمة الإسلامية وكرامة العالم العربي وكرامة الشعب الفلسطيني. ونحن اليوم لا نزال أمة إسلامية بلا كرامة وعالم عربي بلا كرامة وشعب فلسطيني بلا كرامة، ولن تعود لنا كرامتنا إلا إذا زال الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى غير مأسوف عليه قريبا بإذن الله رب العالمين. من هون نقولها لكل أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني على صعيد الحكام والعلماء والشعوب، نقولها علانية: إن كرامتنا ليست إلا في المسجد الأقصى المبارك. فتعالوا بنا لنرتفع بارتفاع كرامة المسجد الأقصى المبارك. ورسالة السادسة: